بكم في حلقة جديدة. النهاردة هنتكلم عن مباراة السعودية والمكسيك. طبعا قبل ما نتكلم عن اللقاء متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ونتكلم في اللقاء اللي كان يعني وحش جدا بالمنتخب السعودية. كان مفكك. منتخب السعودية كان مفكك، مكانش عارف يعمل أي هجمة أو هجماته ما كانتش خطيرة. كان المكسيك أخطر. المكسيك كان تحس إن هو عايز يكسب المباراة أكتر بكتير أوي من السعودية. على الرغم من ان المكسيك عملت مباراة جامدة جدا، بس هي ما تأهلتش بسبب فرق اللعب النظيف او الاهداف بينها وبين بولندا. وفي الاخر اتأهل في مجموعة الارجنتين وبولندا. بس ده ما يمنعش ان السعودية عملت في كأس العالم عملت ماتشات حلوة، وان هي برضو خلينا صراحة منتخب السعودية مش منتخب قوي، مش منتخب معاه ناس بتلعب في أوروبا، مش زي منتخب المغرب. مش كده، ما هو ما عندوش ناس تلعب في أوروبا، ما عندوش الكلام ده، كلهم بيلعبوا في الدوري السعودي. فده مرجح فكرة ده، يعني بالنسبة للعمود دلوقتي ده إنجاز للكرة السعودية طبعا وللكرة العربية. و كان الصراحة النهارده كان أداء وحش جدا، وكان ضيعوا الفرصة من ايديهم. وده كان متوقع، يعني ده كان متوقع بعد الاداء اللي كان برضو في بولندا. الاداء الأولاني الشوط الأول كان حلو، الشوط التاني برضو ما كانوش موجودين في الماتش. وبصراحة منتخب المكسيك منتخب بيلعب على السرعات، وهو على طول اي كرة سرعته. كان بيلعب على الكرة الطويلة، والكرة الطويلة سرعات على طول، كان هما على طول بيبقى انفرادات. و تقريبا هو ده كل اللي حصل النهارده في الماتش. هارد لك منتخب السعودية ووصل يعني ان هم يكسبوا الارجنتين، دي حاجه كويسه. وبولندا عامله برضه صوت ماتش مش وحش. بس المكسيك النهارده ماتش ما كانش وحش خالص، الماتش كان وحش قوي، يعني ما كانش حلو خالص. هارد لك طبعا. وان شاء الله القادم يبقى احسن للكره السعوديه.